سلام ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله يلقاكم لا فيديو تاعي هذا بالصحه ولهنا ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم الوصفه تاع الكراب اللي معتمدتها هذه سنين، وصفه ناجحه وسهله وتخرج لكم ما شاء الله. الوغ الحاجه الاولى كما شفتوا رفدت 2 حبات تاع البيض ودرت لهم 2 ملاعق كبار تاع السكر، ونبداو نحركوا بيان حتى نشوفوا هذاك السكر بدا يذوب لنا. وفي هذه المرحله نبداو نضيفوا كامل النواشف ونخلطوا على فوا. نحطوا كاس تاع الفارينه، ولا حبينا نديروها بذوق الشوكولا نقصوا من الكاس تاع الفارينه ونعوضوها ب2 ملاعق كبار تاع الكاكاو. فوالا انايا درت 2، درت وحده بذوق الفانيلا والاخرى درتها بذوق الكاكاو. كما شفتوا حطيت هذاك الكاس تاع الفارينه، نزيدوا ملعقه صغيره تاع لافاني، وما تنساوش تضيفوا لها قرصه تاع الملح باش ما تجيكمش صامته. كي نلحقوا لهذه المرحله هنا باش نبداو نضيفوا الحليب. من المستحسن الحليب ما يكونش بارد بزاف. هنا راني جبت الكاس الاولاني تاع الحليب، يعني نكملوا نقيسوا بنفس الكيله اللي قسنا بها الفارينه مع الاول، ونبداو نحركوا كيما راكم تشوفوا، ونضيف الحليب بالتدريج، يعني ما نرميش كامل على فوا باش ما يقعدولناش هذوك الحبيبات كما نخدموا لا بيشاميل. يعني نبداو نضيفوا الحليب بالعقل برك ورانا نحلو في لاباط تاعنا، ونبداو نحركوا بهذه الطريقه حتى يعني كلش يتجانس لنا وتخرج لنا لاباط تاعنا ليس. ونزيد نكمل نضيف لها الكاس الثاني تاع الحليب كيف يعني نضيف وراني نطلع في لاباط تاعي. بالنسبه للوصفه نعاودها لكم، درت 2 حبات بيض، 2 ملاعق كبار تاع السكر، كاس تاع الفارينه كيما قلت لكم، ولا حبيتوا ديروها بذوق الكاكاو تنقصوا 2 مغارف تاع فارينه وتعوضوهم بالكاكاو، لافاني قرصها ملح و2 كيسان تاع الحليب. فوالا بعد ما كملت هنا لاباط تاعي، هنا رفدت 3 ملاعق كبار تاع لا مارغرين ذوبتهم في الميكرووند وضفتهم للخليط تاعي. ما عندكش لا مارغرين تقدري ديري الزيت، يعني عادي واش كان عندك ديري. فوالا ونكملوا هكذا نحركوا بيان حتى ندخلوا هذوك ليدام داخل لاباط تاعنا. يعني هنا ولا قدرتي تخليها تريح راح تجيكم احسن، سينو يعني تقدري تطيبيها عادي. وشوفوا لاباط كيف جات شابه، جات ليس وما جاتش ثقيله بزاف. انا كما قلت لكم درت ذوق لافاني ودرت هديه بالكاكاو ثاني جات هايله ما شاء الله. وتقدروا هاد لاباط تخبوها في الثلاجه، يعني ما راحش تفسد لكم كيما انا يعني طيبت غير القسمه نسحقوا هذاك النهار والباقي خليته في الثلاجه، يعني تشدنا حتى 3 ايام 4 ايام. بالنسبه لطريقه الطهي تاعهم مولا حبيتو يجوكم طريين طيبوهم على نار تكون متوسطه، خلوهم يحمروا ومن بعد قلبوهم، يعني حمروهم شويه ونحوهم. ولا حبيتو يجوكم مقرمشين طيبوهم على نار تكون هادئه وقعدوا تقلبوا فيهم حتى وين يطيبوا بيان وتحسوهم باللي يبسوا. الو كما شفتوا طيبت شويه بذوق لافاني وزدت شويه بذوق الكاكاو، والباقي يعني خبيته في الفريجيدار. غدوه لاباط راهي واجده، ولاباط هذه قد ما تزيد تريح قد ما تزيد تجي سهله في طيابها وتزيد تجي بنينه. وبهاد لاباط ما يبردوا لكم لي كراب تاعكم حتقدروا تروليوهم، ما راح يفتتوا لكم، ما راح يتكسروا، يعني راح يقعدوا هما وتقدروا تروليهم كيما تحبوا. شوفوا انا هنا طيبت سبقت في هادو مال الفاني الاولين باش زدت طيبت ذوق الكاكاو، معناتها هادو ما راهم باردين. وشوفوا شحال ساهلين في الخدمه، يعني يقعدوا طريين تقدروا تشكلوهم كيما تحبوا. والنتيجه النهائيه كما شفتوا يعني غسالة بزاف ناجحه وسهله وما تشد لكمش كامل اليد. هذوما اللي كنت درتهم بذوق الكاكاو، يعني كاين اللي حبانا وحده، كاين اللي حبانا الفريزه شويه فيهم، وكاين اللي درتهم كامل بالفريزه، يعني جات ما شاء الله. وان شاء الله تسيوها وعلى بالي بلي راح تعجبكم.
وبهذا نكون لحقنا لافين تاع الفيديو تاعنا. كان فيديو خفيف ظريف، يعني حبيت بك نشارك معكم الوصفه هذه تاع لي كريب. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تسيوها تاني وتمدوا لي ارائكم. الو نقول لكم يعطيكم الصحه اللي شفتوا الفيديو تاعي حتى الاخر، ونقول لكم اللي مازال مشتركش في القناه مرحبا بك، ما عليك غير دير اشتراك جام وتخلي لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايين. دمتم اوفياء، سلام.